إخواني أخواتي، مرحبا بكم. خبر يهم كل مغربي قبل عيد الأضحى، لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. قبل أسابيع قليلة فقط من العيد، أسواق الماشية في المغرب تسجل مؤشرا غير متوقع: إقبال ضعيف وحذر واضح من طرف المواطنين. رغم وفرة الأضاحي هذا العام وتحسن وضعية القطيع مقارنة بسنوات الجفاف، إلا أن الحركة داخل الأسواق لا تعكس هذا العرض الكبير. الكسابة والتجار ينتظرون، لكن الطلب ما زال دون المستوى. الأسر المغربية أصبحت تتريث أكثر من أي وقت مضى. الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة فرض أولويات جديدة جعلت الكثيرين يؤجلون قرار شراء الأضحية. وفي المدن تحديدا، التحدي ليس فقط في الثمن بل في المكان أيضا. الاحتفاظ بالأضحية داخل المنازل أصبح عبئا كبيرا، ما يدفع عددا كبيرا من المواطنين لتأجيل الشراء إلى الأيام الأخيرة أو البحث عن بدائل. لكن الجديد هذه السنة حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة شراء الأضحية احتجاجا على ما يصفه البعض بارتفاع الأسعار بسبب الشنقة والمضاربة. هذه الدعوات خلفت جدلا كبيرا بين المغاربة، فبين من يرى فيها وسيلة للضغط من أجل خفض الأسعار، وبين من يعتبرها تمس بعادة دينية واجتماعية متجذرة، يبقى المواطن في حيرة. والنتيجة هنا إخواني أخواتي، سوق الأضاحي لم يعد يتحرك تدريجيا كما في السابق، بل أصبح يعيش على وقع اللحظة الأخيرة، حيث يتركز الطلب في فترة قصيرة جدا قبل العيد. لكن الأهم، هذا الهدوء الحالي قد لا يدوم. كل المؤشرات تشير إلى احتمال ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، خاصة مع الضغط المفاجئ على الطلب. السوق اليوم هادئ، لكن الحسم لم يقع بعد، والمغاربة بين خيارين: إما الشراء الآن بثمن مستقر نسبيا، أو الانتظار والمغامرة بما ستقرره الأيام الأخيرة. عيد الأضحى هذه السنة ليس مجرد مناسبة، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الأسر المغربية على التوازن بين الفرحة والواقع.